في عز هدوءك وانت بتشرب كوباية الشاي أو بتتفرج على فيلم، فجأة بتحس بالدنيا بتلف، قلبك بيخبط ونفسك بيتقطع. دي مش أعراض مرض، دي أعراض جهد نفسي متراكم. انت مش مجنون ومش بتموت. اللي بيحصل ده هو إن جهازك العصبي فجأة بيقرر إنه يضرب جرس الإنذار على أعلى صوت عشان ينبهك للخطر اللي انت حاطط نفسك فيه من غير ما تحس. القلق ده صديقك اللي متخفي في صورة عدو، جاي عشان يقولك إن في حاجة في حياتك محتاجة تتغير فوراً. ما تخافش منه، بالعكس اسمع رسالته. نوبة الهلع هي رد فعل طبيعي لجسم بيواجه خطر غير مرئي. جسمك بيفرز الأدرينالين والكورتيزول عشان تستعد للقتال أو الهروب. بس المشكلة إن مفيش أسد بيطاردك، في بس أفكار متراكمة وضغوط مهولة. فجأة كل الأعراض الجسدية بتظهر: الارتعاش، الدوخة، الخنقة، الشعور بالغثيان وخدلان الأطراف. كل ده بيخليك تقول دي جلطة، ولو رحت للطوارئ هيقولوا لك سلامتك مفيش أي حاجة. جسمك بيكذب عليك عشان ينقذك، وإحنا محتاجين نطمنه إنه مفيش خطر. أخطر حاجة في نوبة الهلع إنها بتخليك تركز على الأعراض الجسدية دي وبس، وتنسى الرسالة الروحية وراها. انت بقيت بتراقب دقات قلبك ليل نهار، بتخاف تطلع لوحدك، بتهرب من الأماكن المزدحمة. انت بتدي النوبة دي قوة إنها تتحكم في حياتك. النوبة دي زي كلب بينبح في الضلمة، أول ما تولع نور وتشوف إن الكلب ده مربوط بسلسلة ضعيفة هيسكت. لازم تفهم إن الشعور ده مؤقت، مدته محدودة جدا، والتحكم فيه بيبدأ لما تتجاهل الأعراض وتسمع الرسالة الحقيقية. ليه بتيجي نوبات الهلع؟ مش عشان انت ضعيف، لكن عشان انت كنت قوي زيادة عن اللزوم في وقت غلط. انت شلت مسؤوليات فوق طاقتك، سكت على وجع كتير عشان ما تخسرش اللي حواليك، حاولت ترضي كل الناس على حساب نفسك. الجسم لما بيحس ان الروح قربت تنفجر بيبعت النوبة دي كصمام أمان عشان يوقف الاندفاع ده. دي طريقة جسمك إنه يجبرك تقعد مع نفسك وتديها شوية رحمة واهتمام. ما تلومش نفسك، بس ابدأ افهم حدودك. نوبة الهلع بتمشي بخطوات زي الرقصة الشريرة: الفكرة، الإحساس الجسدي، الخوف من الإحساس، التعزيز. انت بتفكر أنا حاسس بدوخة، الإحساس الجسدي بيترجمها لخفقان، فبتخاف من الخفقان ده إنه يكون جلطة. الخوف ده بيعلي الأدرينالين، والأدرينالين بيخلي الأعراض أسوأ، فبتتأكد إنك بتموت. دي حلقة مفرغة، دايرة مغلقة، لازم نكسرها. سر كسرها إنك ما تستناش توصل للخطوة الأخيرة، لازم تضرب الدايرة في مقتل عند الخطوة التانية. مين اللي بيخاف من نوبات الهلع دي أكتر؟ الشخصيات المثالية أو اللي بتتحمل المسؤولية زيادة عن اللزوم. أنت مش متعود إنك تكون ضعيف أو عطلان، فمجرد الإحساس ده بيهدد هويتك كلها. عشان كده بترفض نوبة الهلع وبتخاف منها، وكل ما خفت منها كل ما زادت قوتها عليك. النوبة دي بتختبر حدود سيطرتك، بتقولك إنك مش مضطر تكون متحكم في كل حاجة طول الوقت، وإن الضعف في اللحظة دي هو عين القوة. العقل اللاواعي بيسجل كل نوبة هلع كخطر حقيقي، حتى لو كنت عارف بعقلك الواعي إنها وهم. عشان كده بتبدأ تتجنب الأماكن اللي جاتلك فيها النوبة دي، وبتحاول طول الوقت تسيطر على تنفسك ونبضك. ده بيخلي الدايرة أقوى، وبيحول الخوف العادي لخوف من الخوف. دي لعبة ذكية من العقل، وإحنا لازم نفهمها. لو استسلمت للتجنب، نوبة الهلع بتكسب، ولو واجهتها وإنت مطمن، إنت اللي بتكسب. ليه الهروب من الأماكن المزدحمة؟ لأن جسمك حاسس إنه محاصر ومش هيقدر يهرب وقت الخطر. دي غريزة بقاء بدائية جدا. لازم تفهم إنك مش محاصر، وإن الأدرينالين ده هينزل لوحده خلال دقايق. دورك مش إنك تحارب النوبة، دورك إنك تقول لجسمك أنا فاهم اللي بتعمله، لكن مفيش خطر. خلينا نستنى لحد ما الأدرينالين ده يخلص مهمته. الطمأنينة هي أقوى مضاد للأدرينالين. الخطوة الأولى: ما تقومش الأعراض. لما قلبك يبدأ يسرع، ما تقولش يا رب قلبي يهدأ، بالعكس
قول قلبي بيسرع عشان جسمي بيحميني، وده هيخلص كمان 5 دقايق. المقاومة هي الوقود اللي بتعيش عليه النوبة. تخيل إن النوبة دي موجة، لو حاولت تكسرها هتغرق، لكن لو استسلمت لمرورها هتعدي بسلام. الاستسلام اللحظي للأعراض بياخد كل قوة النوبة. جربها، مش هتندم. الخطوة التانية، ارجع للحظة الحالية. نوبة الهلع بتخطفك للمستقبل. هيحصل لي إيه؟ هموت؟ عشان ترجع للحاضر استخدم قاعدة 5-4-3-2-1. سمي 5 حاجات بتشوفها دلوقتي، 4 حاجات بتلمسها، 3 بتسمعها، 2 بتشمها، و1 بتتذوقها. التمرين ده بيجبر عقلك لأنه يسيب الخوف الوهمي ويركز على الواقع المحسوس، كأنك بتنادي على عقلك وتقوله أنت هنا مش هناك. الخطوة الثالثة، التنفس البطني. 4-7-8. الخنقة اللي بتحس بيها هي مجرد قلة في ثاني أكسيد الكربون نتيجة التنفس السريع. مش محتاج أكسجين زيادة، محتاج تهدي سرعة دخول الأكسجين. خد نفس عميق من بطنك مش صدرك في 4 ثواني، احبس النفس في 7 ثواني، طلعه ببطء من فمك في 8 ثواني. كرر العملية دي 5 مرات، هتلاقي جهازك العصبي الهادئ بدأ يشتغل مكان الأدرينالين. الخطوة الرابعة، التوكيد اللفظي الداخلي. محتاج تتكلم مع نفسك وقت النوبة زي ما بتكلم طفل خايف. قول لنفسك أنا قلقان دلوقتي بس أنا بأمان. الإحساس ده وهم مؤقت وهيمشي لوحده. أنا قوي وقدرت أعديها قبل كده. التوكيد ده بيعمل إعادة برمجة للعقل اللاواعي، وبيخليه يسجل رسالة طمأنينة بدل رسالة الخطر. ما تستناش الأعراض تختفي عشان تقول كده، قولها والأعراض في عزها. الخطوة الخامسة، حركة الجسم. لما تحس بتميل الأطراف أو الرغبة في الهروب، ما تقعدش مكانك، قوم امشي أو اعمل حركة بسيطة. الحركة بتخلي جسمك يستهلك الأدرينالين اللي بيجري في عروقك، فبدل ما الأدرينالين يتراكم ويعمل الأعراض، بيتحول لطاقة حركية طبيعية. شوية ضغط خفيف على كفوف إيدك أو المشي البطيء في الغرفة كفيل إنه يفصل دايرة الخوف. نوبة الهلع مش هي مشكلة، هي مجرد عرض. المشكلة الحقيقية هي حدودك المكسورة. أنت محتاج تبني أسوار جديدة في حياتك. مين الشخص اللي بيسحب طاقتك؟ إيه هو الشغل اللي مجهدك عاطفياً؟ لأ، القوية اللي بتقولها للأشخاص أو الضغوط دي هي أهم دواء للشفاء من القلق. ما تديش أي حد فرصة إنه يخترق سلامك الداخلي. سلامك الداخلي ده مش رفاهية، ده رصيدك الباقي. الاستشفاء بيجي من بناء الروتين الهادئ. جسمك محتاج يعرف إن في أمان. ده بيحصل من خلال روتين ثابت وبسيط، نوم صحي، أكل صحي، ربع ساعة تأمل أو صلاة أو قراءة يومياً. الروتين ده مش رفاهية، ده زي مرسل سفينة، بيخلي سفينة روحك ما تتخبطش في أمواج القلق. لما جسمك بيحس بالثبات ده، هرمونات التوتر بتقل تدريجياً. ابدأ ب10 دقايق ثابتة كل يوم. محتاج ترجع لشغفك المنسي. القلق بيخليك تنسى إن الحياة فيها متعة. الشغف ده زي لعبة، لما بتلعبها بتخلي عقلك اللاواعي يشوف إن الحياة تستاهل المجهود، سواء كانت قراءة، رسم، رياضة، أو حتى التفكير في فكرة جديدة. الشغف ده بيغير تركيزك من مراقبة الخوف للإبداع والتركيز على الهدف. الشغف بيغير كيمياء الدماغ وبيقلل من إفراز الأدرينالين. مهم جدا إنك ترجع للتواصل الحقيقي. القلق بيخليك تنعزل، والانعزال بيخلي القلق أقوى. محتاج تتكلم بصراحة مع شخص موثوق فيه عن اللي بتحس بيه. مجرد الكلام بصوت عالي بيقلل من قوة الخوف. انت مش محتاج حلول، انت محتاج حد يسمعك بجد ويفهم انك بتمر بضريبة قوة مش ضعف. ما تتكسفش من وجعك، بالعكس افتخر بشجاعتك انك بتواجهه. نوبات الهلع والقلق الشديد هي إرهاق عاطفي بيتحول لخوف جسدي. مش بتموت، انت بس بتدفع ضريبة تجاه تجاهلك لنفسك. النوبة هتنتهي لوحدها في دقايق.
دورك إنك ما تديهاش وقود عن طريق الخوف. الحل مش إنك تحارب، الحل إنك تستسلم لمرورها وترجع تركز تركيزك للحاضر. تمرين 5 4 3 2 1 وتهدي تنفسك 4 7 8. وبعد ما تعدي ابدأ ببناء حدودك الجديدة واستمتع بشغفك. انت مقاتل قوي، واللي بيحصل ده دليل على جهدك مش ضعفك. انت بأمان. رسالة الروح دي ليك انت، عشان تعرف ان قلبك مش هيقف وقلبك هيقوى. ابدأ الخطوة الأولى دلوقتي، حتى لو كانت خطوة بسيطة جدا. اعمل لايك للحلقة دي عشان نوصل رسالة الطمأنينة دي لكل روح تعبانة، وسيب كومنت قول لنا فيه ايه هي أول خطوة هتعملها عشان تطمن قلبك النهاردة. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش أي ملف جديد ينقذ طاقتك. سلام عليكم.